سيد افندي اشتبك مع تفيده. كان لبس هدومه وهيأ نفسه عشان ينزل. قبل ما يخرج من الباب تفيده قالت له: سيد، انت رايح فين قبل ما تديني مصروف البيت؟ سيد اندهش، قال لها: انت مش واخده المصروف اول الشهر يا تفيده؟ انت عايزه كل يوم مصروف؟ تفيده قالت له: انا مش شرحت لك يا سيد امبارح اني ما معيش ولا مليم؟ وانت هزيت راسك ساعتها وقلت لي بعدين بعدين. اهو احنا جينا لبعدين بقى. سيد قال لها: يا تفيده، يا تفيده، انت ايدك مخرومه من زمان، من اول ما اتجوزنا وانت بتتصرفي زي ما يكون جوزك مليونير مش موظف كحيان في وظيفه ميري. قالت له: انت سيد الرجاله يا سيد. قال لها: متشكرين قوي يا ستي، متشكرين قوي، بس زي ما انت راسيه انا زي الصيني بعد غسيله، ما معيش، اتصرفي على الاساس ده. تفيده قالت له: يعني ايه اتصرف بنفسي؟ اتصرف انت ولا اقول لك؟ انا عندي حل احسن من كده بكتير قوي. انا مش هاخد منك مصروف يا سيد، اصرف انت على البيت، انما عليا الخدمه والطبيخ والغسيل وكل حاجه، انما ماليش دعوه بالفلوس ولا بالصرف. اصرف انت بنفسك. الجنيه بقى هيطير زي العصفوره، والعشرة جنيه بقت زي العشرة ساغ. انت اصرف وانا ماليش دعوه بالفلوس والصرف. سيد افندي نزل، وتاني يوم قبل ما يروح شغله مراته قالت له: مفيش في البيت لحمه ولا اكل، اشتري وانت جاي من الشغل، اللي انت عايزه اشتريه وانا عليا اطبخ. سيد افندي قال لنفسه: انا اللي هشتري كل حاجه من هنا ورايح، هي هتعكنني ليه؟ نزل قبل شغله بساعتين، راح السوبر ماركت، قعد يلف فيه ويتفرج، انبسط من الفرجه، وقال لنفسه: انا هشتري كيلو لحمه بكيلو وكيلو ليمون تشوي تفيده اللحمه دي. سأل الجزار: بكام كيلو اللحمه؟ قال له: ب 30 جنيه يا بيه. وبعدين راح قسم الخضروات، سأل البياع: كيلو الليمون بكام يا سيد؟ قال له: كيلو الليمون ب 10 جنيه يا بيه. سيد قال له: الحاجات غليت كده ليه؟ الحاجات غليت عندكم هنا ليه؟ مدير السوبر ماركت قال له: احنا بنبيع ارخص من بره يا بيه. سيد افندي قعد يتذكر ايام ما كان طفل، الكلام ده من 50 سنه مش من 500 سنه. كان كيلو اللحمه ب6 ساغ، وكانت الليمونه بمليم، القرش فيه 10 مليم، كل مليم يجيب ليمونه. كانوا يقولوا العاده الليمون. روح سيد افندي وهو متعكر، مراته جايه تكلمه، قال لها: ما تكلمينيش من هنا ورايح، انت اللي هتشتري مش انا. مش كده ولا ايه؟